هنا بيبدأ مع ميسون وإيميليا وهم في طيارة خاصة، واللي بتوديهم على حفلة الناس أغنياء جدا. هناك بيقابلوا شخص اسمه بيرس، وبيكون هو صاحب الحفلة، وبياخدهم بيرس وبيوريهم عربيات كتير. بيكون ميسون مهتم بالعربيات الحديثة. بيرس ميسون واحدة من العربيات الموجودة، يقول له إنه اتعرض عليه فيها 20 مليون دولار، بس هو موافقش إنه يبيعها، وبيعرض على ميسون إنه يركب جواها ويجربها. وفعلا بيركب هو وإيميليا جواها، بس المفاجأة إن ميسون بيبان عليه إنه ناوي على حاجة. على إيميليا بتقول بصوت عالي إن العرض ابتدى، وفجأة النور بيقطع وبتدخل رجالة كتير بأسلحة وبيثبتوا بيرس ورجالته، وبيقدر ميسون وإيميليا إنهم يسرقوا العربية. وفي الطريق بيقول لها ميسون إنهم هيروحوا على الجزيرة بتاعتهم زي ما بيحلموا. في الوقت ده قالت ميسون يبلغوني في الطيارة بتحاول تلاقيه، ووراها كمان عربيات شرطة بتطاردهم. وإيميليا بتكون قلقانة جدا، لكن ميسون بيطمنها وبيقول لها ما تقلقش وإن أنطوان هيعمل معاهم الواجب. وبيكون أنطوان واحد من رجالة ميسون، وفعلا بيقدر إنه يعطل عربيات الشرطة. وبيستغرب ميسون ازاي الشرطة عرفت طريقهم، وبيتضح ان ايميليا شغالة مع FBI، وبتطلع مسدس على ميسون وبتهدده بيه. ميسون بيقول لها انها تقتله لانه مش هيستسلم. فعلا بيقدر انه يكلم فريقه ويقول لهم انه ينتقلوا للجزء التاني من الخطة، وبيسيبوا كلهم العربيات وبينطوا في المية، وبيقدر ميسون انه يهرب. وبتطلع ايميليا من المية وبتروح للشرطة. فترة بنروح لمكان جديد، بنشوف شخص اسمه شون، وده بيكون اخو ميسون الصغير. بيكون بقالهم فترة ما شافوش بعض، وبيطلب شون من ميسون انهم يرجعوا لشغلهم تاني، بس ميسون بيرفض وبيقول انه هيفضل بعيد عن الناس في عزلة. بعدها بيسيبوا شون وبيمشي. وفي مشهد تاني بنشوف ايميليا مع رئيسها، واللي بيقول لها ان مفيش اي جثث ظهرت في المية، وبتقول له ايميليا انهم اكيد عايشين وبيدبروا لحاجة تانية. بيجي تليفون لميسون بخطة جديدة، وبيظهر شون مع شخص بيكون مدير بنك، وبيهددوا شون علشان يساعده. فعلا بيوافق مدير البنك غصب عنه. بعدها بياخدوا شون ويروح على البنك، وبيروح مدير البنك علشان يحط بصمته. بس المفاجأة انه بدل ما يفتح الخزنة بيشغل جهاز الانذار، وفي الوقت ده بيخرج الامن السلاح وبيهجم عليهم. لكن ميسون بيلحق شون، وبيقدروا انهم يسيطروا على البنك وبياخدوا رهاين. وبيكون شون اتصاب في دراعه. فتح الخزنة بتطلب منهم شفرة، لكن فريق ميسون بيقدر انه يتخطاها ويفتح الخزنة. الوقت ده بتكون الشرطة وصلت بره البنك، وبيكون معاهم FBI وايميليا. امر ايميليا الظابط انه يسلمها المهمة لانهم مطلوبين عندهم قناص على سطح مبنى قدام البنك. بس في الوقت ده بيكون شون جوه البنك متضايق علشان ما لقاش اللي بيدور عليه والخزنه طلعت فاضيه. قالوا ميسون اذا كان متاكد من اللي كان جوه الخزنه، وبيقول له ان المفروض يكون جواها عملات قيمتها 600 مليون دولار. الوقت ده ايميليا بتبتدي تبحث في الموضوع، وبتعرف ان العمليه دي مش من تخطيط ميسون، وان ده تخطيط شون اخوه. ان ايميليا بتحاول توصل لاي تليفون جوه البنك وتسيطر عليه، بس ميسون بيفهم وبيشغل لها اغاني وبيقول لها ان ما تحاولش تعمل كده تاني، وبيطلب منها اكل للرهاين. وفي الوقت ده بيكون مدير البنك بيحاول انه يوقع بين شون وميسون، وبيقول لشون انه يستحق انه يكون في مكان احسن من كده، يكون هو الكبير. بس ميسون مش عاطيله فرصه انه يثبت نفسه. بس شون بيفهم خطته وبيرفع في وشه بمسدس. بعدها بيلاقي رقم في الخزنه ويبتدي انه يبحث عنه. اما ايميليا في الوقت ده بتكون جابت طلبات ميسون والاكل اللي عايزينه، بتروح علشان تسلمه لهم. اتفق ايميليا مع ميسون انه يديها 2 من الرهاين كل ساعتين. وافق ميسون. حاول ميسون انه يفكرها بحبه ليها والاتفاق اللي كان ما بينهم والجزيره اللي حلموا بيها، بس هي بتوري له المايك اللي في الجاكيت. خد ميسون وبيروح علشان يجيب ال2 الرهاين اللي اتفق عليهم مع ايميليا. وفي الوقت ده بيكون شون مشغول وبيسيب المسدس من ايده، وبيهجم عليه مدير البنك وبيضرب شون. ده بيركب الاسانسير وبيطلع بيه لفوق، وبيجري وراه شون وميسون وبيدوروا عليه في المبنى. وفي النهايه بيقدروا انهم يوصلوا له ويمسكوه. بيقول لهم مدير البنك انهم بيدوروا في المكان الغلط. الصندوق اللي بيدوروا عليه موجود في مبنى تاني جنب البنك وتابع للبنك، وان صاحب الصندوق اللي في الخزنه مش هيسيبهم يوصلوا له. الوقت ده بيوصل شخص ومعاه رجاله كتير تابعين لسيلزار، وبيسال الشخص ده ايميليا عن سبب عدم اقتحامهم للبنك كل الوقت ده، وبتقول له ايميليا ان معاهم رهاين كتير جوه البنك. وبيحاول الشخص ده انه يهدد ايميليا ويقول لها ان مصلحه سيلزار اهم، يطلب منها انها تحاول تخلص عشان مصلحتها. وفي الوقت ده ميسون بياخد مدير البنك واخوه بينزلوا الاوضه تحت، وبيكون معاهم مساعده على التليفون بتوصف لهم الطريق. ده انهم يكسروا في الحيطه علشان يوصلوا للمبنى المجاور. بيسال شون اخوه ازاي عرف حكايه الصندوق، يقول له ان حكى له حكايته واحد كان مسجون معاه بس خرج قبله. وهنا بيعرف ميسون ان الشخص ده كان تابع للشرطه. اتصل ميسون بايميليا علشان يقول لها ان هي اللي عملت فيهم كده، بس بتقول له انها ما تعرفش حاجه عن الموضوع وانها هتدور على اللي عمل كده. بعدها بتتصل ايميليا بصديق ليها ان هو اللي خرج صديق شون قبل ميعاده من السجن، وبتساله عن اللي موجود في الصندوق، وبيقول لها ان اللي موجود في الصندوق حاجه ثمنها غالي جدا،
وبيقول لها ان المخابرات اصدرت قرار بالهجوم على البنك بالليل ومش هاممهم قتل الرهاين. الوقت ده ميسون وجون بيكونوا ابتدوا يكسروا في الحيطه عشان يوصلوا للمبنى التاني، وبتكون الشرطه ابتدت تتجمع اكتر، وبتتصل ايميليا بميسون وبتقول له انه يخلي باله وانه لو محتاج مساعده هي مستعده. بس ميسون بيخاف منها بسبب اللي عملته فيه قبل كده. للاسف ما بيكونش عنده فرصه مساعده من حد تاني غير ايميليا، وبيتفق معاها انها تتصل على الصحافه علشان تاخرهم. وفي الوقت ده بيدخل على ايميليا شخص اسمه سايروس وبيعرفها ان هو القائد الجديد للعمليه وان الموضوع هيخلص في ساعه واحده. وبالفعل بيبتدي يتصل بميسون بيهدده انه يخرج كل الرهاين اللي عنده، لا يخرج هو وكل افراد عصابته. مفيش قدامه فرصه غير ربع ساعه بس، وبيطلب منه ميسون عربيه. الوقت ده بتوصل الصحافه وبيكون شون قدر انه يكسر الجدار ويوصل للمبنى التاني، وبيبتدوا انهم يخرجوا الرهاين ويودعوهم. ومدير البنك بيقدر انه يلاقي هارد السيزار، يطلب من مساعده ميسون انها تفك التشفير. يطلب مدير البنك من ميسون حمايته هو واسرته. وفي الوقت ده بيتصل ميسون بايميليا وبيطلب منها انها تخلي بالها من فريقه وهيخرج ويقابلها في الجزيره. وبيبتدي مدير البنك يخرج على انه واحد من الرهاين، وفعلا بيخرج عادي. ميسون رجالته انهم يخرجوا واحد ورا التاني عشان يسلموا نفسهم، وبيعتذر شون لميسون وبيقول له انه كان عايز يساعده. وفي الوقت ده بيهجم البوليس على البنك لانهم بيكونوا خايفين انهم يكتشفوا الاسرار الموجوده على الهارد. ولما بيدخلوا بيلاقي ميسون ماسك الهارد، يطلب منهم انه يتكلم مع السيد سيلزار، بس الشرطه بترفض وبتطلب من ميسون انه يركع على الارض. الوقت ده بيفجر ميسون البنك، وبعد فتره بتظهر ايميليا بتروح لصديقها وبتعتذر له عن اللي حصل لميسون، وبيقول لها ان باقي الفريق اختفت بياناتهم من عندهم. قدم ايميليا استقالتها وبتمشي. بعدها بتظهر على الجزيره مع ميسون. ده بنرجع لمشهد تاني جوه البنك لما ميسون كان عايز يتكلم مع السيد سيلزار لما دخلت الشرطه. اتضح ان وقتها جاله فعلا السيد سيلزار وابتدى يتفاوض معاه على الهارد، وبيقول له ميسون انه مستعد يديله الهارد مقابل اطلاق سراح الفريق بتاعه كله، يدي لكل واحد فيهم 10 مليون دولار ويمسح بياناتهم ويغير هوياتهم لهويات جديده. طبعا لان الهارد بيكون عليه اسرار خطيره وتستاهل، بيوافق السيد سيلزار على كل طلباته. رجع بينا الفيلم تاني للوقت الحاضر، وبنعرف ان ميسون لما هرب واخد ال10 مليون دولار مشتري الجزيره اللي كان اتفق مع ايميليا عليها، وبنشوف فريق ميسون كله عايش معاه على الجزيره. ولحد هنا بيكون الفيلم خلاص. لو عجبك ما تنساش انك تشترك في القناه علشان يوصلك كل ملخصاتنا الجايه. وسلام، ونشوفكم الملخص الجاي.